ننولد ونجي هذه الدنيا وما نعرف الأقدار فين حتاخذنا. لما نشوف الوزراء والرؤساء والملوك، مدراء الشركات، المخترعين، المبتكرين، الناس اللي لهم مكانة ووزن في المجتمع، في طفولتهم ما كان الخط مرسوم واضح بالنسبة لهم. ولنا عبرة في قصة الأنبياء والرسل، عاشوا طفولة طبيعية وبعضهم طفولة غير طبيعية. المهم ما كان يتخيل إنه في يوم من الأيام يكون نبي أو رسول، والبعض حكم ما كان يتخيل إنه ممكن يحكم الناس أو يحكم منطقة معينة. وإحنا صغار كانوا يسألونا سؤال شائع، هو إيش تبغى تصير لما تكبر؟ بالله كم واحد منكم وصل للحاجة اللي كان يقولها هو صغير، الحلم؟ وكم واحد منكم الأقدار أخذته لمكان لا هو على الحسبان ولا على الخاطر؟ لا، ولسه طالما إحنا عايشين ومنقطع رزقنا ما ندري فين حتاخذنا الحياة والأقدار وفين حتنتهي الرحلة. القلق والخوف وحمل الهموم فطرة في الإنسان. واحدة من الأشياء اللي تقوي إيمانك لما نكون جالسين في مجلس وأحد يتكلم عن مأساته وألمه وحاجة صايرت له في الوقت هذا، ونغيب عن بعض ونتقابل بعد فترة، تسأله عن نفس الشيء يقول لك والله تيسرت. كيف؟ بطريقة غريبة عجيبة. هنا تعرف أن الله سبحانه وتعالى قادر يسخر هذا الكون وقادر يغير الموازين عشان يحقق لك حاجة كنت تتمناها، سواء كان بدعوة منك، بدعوة والدين، بدعوة أحد الصالحين، شيء خير سويته في دنيتك، أو حاجة أصلا مكتوبة لك. لذلك اعمل وظن بالله خير، واطلب من الله كل شيء وأي شيء، حتى اللي في نظرك مستحيل. ما يمحي المستحيل هو أن الله على كل شيء قدير.